عمليات الخطف والقتل اللي تجري في بغداد ممكن ضمها الى نفس المشروع، مشروع المفخخات والعبوات الناسفه، ام ان الموضوع لا هنا مختلف؟ يعني ممكن تكون تصفيات شخصيه، ممكن تكون مواضيع اخرى. كل هذا موجود. ماكو امن بالدوله، اكو عصابات تخطف وتسلم وتساوي، اكو اهداف سياسيه، اكو خطوط مخابراتيه دوليه وداخليه وخارجيه. العراق صاير ساحه مفتوحه للجميع لانه ماكو بامن، ماكو احصائيه جيده. اي واحد يجي من المطار شلون يجي، المهم يروح على السفاره يجيب فيزا يدخل للعراق. هسه هذا عنصر مخابرات، هسه هذا موساد، هسه ما العراق مخترق. انا شخصيا لا اؤمن بهذه المنظومه السياسيه الامنيه، وبالنتيجه لا اؤمن بالمنظومه السياسيه التي بنت هذه المنظومه الامنيه طوال 13 سنه وصرفوا تريليون عراقي واكثر من 200 مليار لمده 12 سنه. لم تحقق هذه الارقام المهوله لا على مستوى الامن تقدم، ولا على مستوى الوعي تقدم، ولا على الثقافه، ولا على الصحه، ولا على اي شيء مرتبط بامن الانسان على الاطلاق، ولا حتى معلم مميز نفتخر به نقول هذا طلع من التريليون و200 مليار. وهذا الوضع نفسه مال 2004 نفسه الان. كل هذا الكلام اللي تكلمت عنه حضرتك معناها انه احنا نعيش بفشل امني تام 100%. شنو البديل؟ تدري الدليل على انه نعيش فشل امني تام 100%؟ لانه المبادره لدى الارهاب متى ما شاء ينفذ. شو وقت يصير عندك نجاح امني؟ من انت تبدا تكتشف العمليه قبل ان ينفذوها. وكثير من الاخبار اللي يذيعوها انه يقولون تم كشف مجموعه ارهابيه تخطط او تحاول، تدري شو وقت يقولوها هاي؟ يقولوها ورا ما يصير تفجير حتى يهدوا الناس. هذا مو صحيح، كله مو صحيح. من يصير امن، من تشعر المجموعات الارهابيه انها مخترقه وان خططها مكشوفه وقبل ما تتنفذ تنمسك صار امن. اما انه شو وقت المبادره بيد الارهابيين ماكو امن، فاشل الامن. اتكلم باستطاعتنا الان نتكلم عن بديل على اقل تقدير في الوقت الحاضر فتره زمنيه محدوده حتى نحافظ على ارواح الناس، حتى نحاول نقلل، بما انه احنا متفقين على انه احنا بفشل امني 100%، نحاول نقلل هاي السيارات المفخخه. شنو الممكن ان يكون حتى لا يحدث ما جرى بالايام الماضيه؟ ما ادري، انا اخاف اذي شعبي، مع انه انا متاذي جدا يعني هواي متالم، بس اخاف اذيهم. اكثر من هاي الاذيه تاذيهم؟ اي اخاف اقول كلام يؤذيهم يعني انا اريد الناس تعيش بامل يعني ما اريدها تتعذب. وهذا الكلام انا ادفع ضريبه سياسيه عليه. انا ما اتامل اذا بقت هاي القوى السياسيه تقود العراق ما يصير. راح تبقى نفس السيارات ونفس العبوات الناسفه ونفس عمليات الخطف والقتل. شباب لا يجرب، كافي 13 سنه، 13 سنه كافي. انخدعنا بشعارات كثيره واخذتوا فرصتكم كلش كافيه وتجاربكم كلها فاشله. لا على مستوى التعليم قدمتوا شيء، لا على مستوى الامن قدمتوا شيء، لا على مستوى الثقافه، على مستوى النسيج الاجتماعي العراقي تمزق بشكل صعب جدا اعادته. المستوى العلمي هبط بشكل كبير جدا، المستوى الصحي، كل المستويات هبطت، والمستوى الامني بعد ما يحتاج لتقييم. الناس كلها وكل هاي الاشياء الناس مقيمتها. كافي 13 سنه تجربه للشعب العراقي. اذا بقى الشعب مصر عليهم فهو اذا هو يريد ما يحصل في العراق.